مغنية من جمال صوتها الجن طلبها مخصوص تغني بفرحهم، نور الطقاقة. القصة بتبدأ سنة 1997 في الكويت عند فنانة معروفة ومشهورة جدا بالوقت هذا واسمها نور الطقاقة. بيوم اجاها اتصال من حدا غير معروف بيدعيها انها تيجي تحيي فرحهم. في البداية نور رفضت، ولكن بعد الحاح من الطرف الاخر ووافقت. لمت نور الفرقة تاعتها وراح، والفرح كان باين عليه جميل جدا ومزدحم ومبين انه تاع ناس اثرياء، وكل ما كان يعدي الوقت اكثر كان الفرح بيمتلي ناس. غنت الفنانة نور وفرقتها شوي، وبعدين دخلوا غرفتهم علشان يرتاحوا ويرجعوا بعدين يكملوا، وبدأ يتوافد عليهم المعازيم علشان يسلموا عليهم. وأول ما خرجوا صديقة نور حكت لنور: انت مش ملاحظة انه في اشي غريب بالمعازيم؟ أنا أشوف شيء أنتوا ما تشوفونه. سألتها نور يعني ممكن ايش يكون الغريب؟ قالت لها المعازيم خدهم خشن جدا، وكمان حرارة الغرفة بدأت تزيد بشكل غريب أول ما دخل. نور طمنتها وقالت لها لا كل شي تمام، تخافيش. ورجعت الفرقة علشان تكمل الفرح، ولكن المرة هاي فعلا بدأ الرعب. أثناء ما كانوا يغنوا المعازيم كانوا في حالة من السكر. لاحظوا انه اقدامهم تحولت وصارت مثل اقدام الحيوانات، وحتى كمان اشكالهم صارت مرعبة جدا. الفرقة تعيت نور من خوفهم كانوا بدهم يوقفوا، ولكن نور اشرت لهم انهم يكملوا. ولكن في بنت ما قدرت تمتلك نفسها واغمى عليها. اجت الست اللي من المفروض نور كانت بدها تحيي فرح بنتها وعرضت المساعدة عليه. ردت عليها نور وقالت لها لا هاي تعبانة شوي، راح ناخدها لغرفتها ترتاح وبعدها نكمل. لما دخلوا الغرفة وفاقت البنت قالت لها احنا لازم نمشي من هون بكل سرعة. خلينا نطلع بسرعة. وينكم؟ احنا جايين عشانكم. نور قالت لها حاولي بس تمسكي نفسك شوي واحنا راح نخرج، تخافيش. قالت لها البنت كيف؟ انت عارفة احنا بفرح مين؟ قالت لها عارفة، احنا منغني بفرح الجن، بس لازم احنا نكمل شوي كمان وما نحسسهم مش انه احنا عرفنا اشي. وضلهم يغنوا لحد الفجر، لحد ما نور المكان كله طفى والصمت عم المكان، وكأنه ما كانش موجود اي شخص بالمكان هذا. فضلوا يصرخوا بصوت عالي جدا ويدوروا على مكان الخروج، وفعلا خرجوا.